تخيل معايا كده تكون بترقص مع عروستك في قلب الفرح وخلاص آخر أغنية شغالة وبتودع المعازيم، لكن كان الوداع الأخير. العروسة وقعت من طولها، الكل فكر اللي هو حالة إجهاد، لكنها ماتت في قلب قاعة الفرح. اللي حصل لعروسة الشرقية موقف صعب، واللحظات الأخيرة ليها والفيديو اللي كان بيرصد اللحظة دي هنعرضه لحضراتكم، بالإضافة لعريس الشرقية قبلها بيوم عريس تاني شقته اتفحمت تماما بالأساس بتاعه، بأساس العروسة، الأجهزة، بالفرش، كل حاجة. قصتين في بلد واحدة والاتنين محتاجين نقف قدامهم. بالإضافة إن الوفاة بتاعة الدكتور ضياء العوضي خلاص تم إعلانها رسميا، وهنقول لحضراتكم على القصة بالكامل. ده كله هنعرفه في حلقة جديدة من اللغز مع يونس محمد. بس قبل ما نبتدي الحكاية صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أفضل ما نبتدي الكلام بذكر رسولنا الكريم، خلونا بقى أخد حضراتكم للشرقية. فرح الفرحة بتاعتها ما كملتش، عشان كانت حاسة ان قلبها يعني مغضوض، قلبها مش الفرحة تكمل فيه، مع ان اللي حواليها كانوا بيطمنوها ويقولوا لها ما تخافيش، ده ربنا كبير، هتعدي على خير. والجملة اللي كلنا بنسمعها لما اهالينا بيدعوا في افراحنا، يا رب الفرحة تكمل على خير. لكن في قلب القاعة رقصت وفرحت وبصمت على كتب كتابها، والمأذون والمعازيم والناس كلها كانت مبسوطة فرحانة. لكن بعد كده حصل موقف غير متوقع. الفيديو اللي حضراتكم شايفينه معانا دلوقتي ده اللحظات الأخيرة لعروسة الشرقية مع عريسها، بيرقصوا سلو الأغنية الأخيرة، الأغنية اللي ودعت بيها الناس اللي كانت موجودة، ودعت بيها أهلها وأصحابها وأسرتها والمعازيم، عشان بعدها وقعت من طولها. فالناس فكرت أغمى عليها من الإجهاد، ابتدوا شوية برفان، مفيش فايدة، بسرعة ننقلها على المستشفى. خدوها في عربية وطلعوا على مستشفى كفر صقر. هناك حاولوا يقدموا لها الإنعاش القلبي والرئوي، كانت مفيش نبض. هي حاولوا مرة واثنين وثلاثة، مفيش فايدة. دخلوها العناية المركزة مع الصدمات القلبية الكهربائية، كان روحها طلعت عند الخالق الكريم، ماتت. الدكاترة مش عارفين يقولوا الخبر للعريس اللي واقف بره بدلة فرحه، أما العروسة هي ماتت بفستان الفرح. الموقف كان صادم، الأم وقعت من طولها، الناس مش مصدقة، محدش متوقع اللي أنا بحكي لحضراتكم. الموقف أصعب بكتير من كلام يتقال، غير اللي احنا نقول يا رب يا رحمن يا كريم الهم أهلها الصبر. تخيل معايا كده جسمك يا أشعر لو تخيلت الموقف بس لو للحظات. عروسة بالفستان الأبيض ملحقتش تقلعه، لبست الكفن الأبيض ودفنوها النهاردة بعد ما صلوا عليها. العريس بدعيله من قلبي وبقول له يا رب صبرك ويعفو عنك ويربط على قلبك. جزء بسيط من الجنازة بتاعتها. بعد ما شفت الجنازة أتمنى من حضرتك دلوقتي تدعي لها دعاء ينور قبرها ويصبر أهلها. دي كانت القصة الأولى، وخد بالك القصة الأولى دي الموتة بتاعتها بجلطة في القلب، جلطة في الشريان الرئيسي، ماتت، أو هبوط حاد في الدورة الدموية. لا ده
لا ده، المهم اللي عضلة القلب وقفت، القلب وقف ما كملش نبضه. القصة التانية هي اللي غريبة برضو. عريس كان مهاجر مسافر بيحضر لفرحه، بقاله سنين الشقة يبنيها، بعد ما بناها جهزها، بعدها اختار بنت الحلال، اتفقوا على كل حاجة، خطبوا، كتبوا الكتاب، جابوا العفش، وهو جاب العفش ما كملش، فاضل 3 أيام والشقة ولعت، اتفحمت بالكامل بالعفش بتاعه بعفش العروسة. وده فيديو للشقة. اللي حضراتكم شفتوه مأساة حقيقية بتعيشها الشرقية، ما بين عروسة ماتت في قاعة الفرح وعريس فقد شقة عمره وعزاله وعزال العروسة ملحقش يتهنى بيه. ما بين ده وما بين ده تقدر تقولي وتجاوبني دلوقتي بعد ما عرضت لك القصتين، يا ترى الحسد ليه دور ولا القصة الأولى مجرد إجهاد يعني مجهود زيادة وما قدرتش تقاوم المجهود ومش واكلة كويس فوقعت من طولها؟ والقصة التانية عادي برضو بتحصل، لكن أنا من أنا شايفه الحسد يدخل الرجل القبر. رسولنا الكريم هو اللي قال كده، ربنا يحميكم من شر الحسد ومن عيون اللي حواليكم، وما صلاش على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الحاجة الأخيرة اللي هنختم بيها حلقتنا النهاردة هو البيان العاجل من وزارة الخارجية المصرية لما تبعت المراحل النهائية بعد تشريح جثة الدكتور ضياء العوضي اللي توفى في دبي، وكل الناس كانت متفاجئة بالسبب. وانا في حلقة النهاردة على قناة قصتك كنت اعلنت لحضراتكم السبب وقلت لكم اللي ظاهر في ودانه من الجنبين والصورتين، ودكاترة قلب قالوا ان ده 100% قبل تشريح الجثة ميت بسكتة قلبية، عشان واضح عليه الاجهاد، وده مؤشر لعلامات تعب القلب. وطبعا كالعادة اتهاجمت كتير في التعليقات، انت خلاص اشتروك واشتروا ضميرك وانت باعوك وكلام من هذا القبيل، مع ان في البداية كنت قلت لحضراتكم اللي انا متابع القضية وبنطالب وزارة الخارجية المصرية متابعة القضية ومعرفة مين اللي وراها وفعلا في مافيا ولا لا والكلام ده كله. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم وزارة الخارجية المصرية طلعت بيان وقالت انتهت اعمال الفحص بان الوفاة طبيعية، الوفاة ناتجة عن جلطة وتوقف عضلة القلب نظرا للإجهاد الشديد وحرمانه من الأكل والشرب. كان الدكتور ضياء الله يرحمه هو ضحية نفسه، واللي حواليه كانوا نصحوه يتعالج نفسيا، لكن شاف أنا الوحيد اللي بفهم، أنا الوحيد اللي عارف، أنا الوحيد اللي اخترعت نظام غذائي، نظام الطيبات اللي الناس اتعالجت عليه، بالرغم اللي كل كان بيقول له النظام ده كتير تعبوا منه وكتير ماتوا منه، كتير حصل لهم مضاعفات، ما ينفعش مريض انسولين توقف عنه الانسولين، مريض سكر تقول له كل سكر، ما ينفعش اللي حضرتك بتقوله، ما فيش نظرية علمية، ما فيش دليل طبي على اللي انت بتقوله، لكنه خد طريق السهل، خالف تعرف، وبسبب الطريق ده كان ضحيته هو نفسه. بالرغم ان كان في حالات ظهرت وناس طلعت اتكلمت وناس قالت احنا ضحاياه، ولما عرضنا الحالات دي قالوا لي انت مقبور وانت فيك وفيك وفيك. دلوقتي الدكتور ضياء في دار الحق واحنا في دار الباطل، ما بين ايد الرحمن. هيرجع خلاص جثمانه للقاهرة وهيتم دفنه في مقابر أسرته، ربنا يصبر أسرته. وأتمنى لأي حد عنده فيديوهات ليه يمسحها
أي كلام كان قاله عن النظام الغذائي بتاعه امسحوه، عشان ما يبقاش سيئة جارية، عشان اللي يسمع كلامه ده ما ياخدش بيه ويتضر فيموت بسببه، وهو مات بسبب النظام اللي عمله. ربنا يرحمه هو كمان. حلقتنا النهاردة كنا محتاجين نوضح فيها بعض الحقائق. حلقتنا النهاردة عن عروسة الشرقية، الله يرحمها. سلام.